ويعيش وسط مجموعة من الذئاب ويتصرف كأنه ذئب منهم. بدأت القصة منذ أكثر من 40 عاما عندما أنقذ فرويد ذئبا اسمه إيفان، ومنذ ذلك الحين انشغل برعاية الذئاب وحمايتهم، وبعدها تزوج الذئب إيفان وأنجب العديد من الذئاب. الجدير بالذكر أن الذئب الذي أنقذه فرويد قام بفعل غريب عندما حمل شبلا من أبنائه بين فكيه وجاء إلى فرويد ووضعه أمامه معبرا عن امتنانه لإنقاذ حياته. أحب فرويد الذئاب وتعلق قلبه بهم، وأخذ عهدا على نفسه أن يقوم برعايتهم وحمايتهم، خاصة أنه في هذا الوقت كانت ألمانيا وعدة دول أخرى تساعد على صيد الذئاب للحد من أعدادهم. عبد الله شويلح وأنثى النمر. نشأت صداقة غريبة عمرها 6 سنوات بين مولان أنثى النمر وعبد الله شويلح الشاب الاندونيسي البالغ من العمر 33 عاما. وقد بدأت صداقتهم عندما طلب مالك النمر من عبد الله أن يقوم برعاية مولان التي كانت تبلغ حينها 3 أشهر فقط. وسرعان ما تعلق بها عبد الله لدرجة أنهما أصبحا شركاء ويتشاركان الطعام نفسه ويمرحان معا. يقول عبد الله أن مولان تشعر بغضب واستياء شديدين إذا ما فارقها لأي أمر كان. مولان التي تزن ما يقارب من 390 رطلا قد أصابت إحدى عيني عبد الله وهي تعانقه ذات مرة، وهو ما دفعه إلى أن يكون أكثر حذرا معها. فبالرغم من ثقته التامة في حبها إلا أن هناك فرق هائل في الحجم والوزن بينهما. الصياد والتمساح. في قلب غابات كوستاريكا اكتشف الصياد تشيتو تمساحا مصابا بطلق ناري في عيناه من قبل أحد المزارعين، وكان التمساح يعاني حد الموت. فما كان من تشيتو إلا أن مد يد العون لهذا التمساح الجريح، حيث قام بسحبه إلى قاربه وذهب به إلى المنزل، حيث مكث إلى جانبه عدة أشهر قام فيها بتمريضه ورعايته حتى شفي تماما، وأطلق عليه اسم بوكو. وبعد أن تماثل بوكو للشفاء وأصبح قويا بما يكفي للعودة إلى الحياة البرية، قام بنقله إلى بحيرة قريبة من منزله، وهناك أطلق سراحه في الماء. لكنه تفاجأ عندما رأى التمساح يتبعه رغبة في العودة إلى المنزل والبقاء معه. ويقول تشيتو عن تلك اللحظة أنه كان في غاية سعادته وأحب تعلق بوكو به، وقرر البقاء معه ومرافقته، فأصبح يتردد إلى البحيرة يوميا ليقوم بتدريب التمساح واللعب معه. دوغسيوس والدببة. يعيش دوغسيوس مع 3 دببة، من بينهم دب أشيب يزن أكثر من 1300 باوند ويصل طوله 8 أقدام. دوغ هو واحد من أوائل مدربين الدببة في العالم، ويعمل كمدرب للدببة في الأفلام السينمائية أيضا، حيث يقوم بتدريبهم على التمثيل. كيفن ريتشاردسون والأسود. يعمل كيفن ريتشاردسون حارسا بحديقة في جنوب أفريقيا، ويشتهر بعلاقته الجريئة مع الأسود، حيث تجد الأسود تركض أمامه كأطفال صغار. ويقول كيفن عن هذه العلاقة القوية أنها نتاج سنوات من التدريب بالإضافة إلى اعتماده على حدسه، فهو لم يتعامل معهم بتلك الأساليب المعتادة في التعامل مع الحيوانات، والتي تقتضي أن تخاف منه الحيوانات كي لا يجرؤوا على الفتك به. الطفل أويين والثعبان. من أغرب الصداقات بين الحيوان والإنسان الصداقة التي تربط الطفل الكومبودي أويين بصديقه الثعبان تشاميران. الغرابة هنا ليست فقط في خطورة الحيوان، بل في عمر الطفل الذي لم يتجاوز 7 بعد، ويرافق أكثر أنواع الزواحف خطرا وأشدها فتكا بالإنسان. ويقول والد الطفل عن هذه الصداقة الغريبة أنها بدأت عندما كان أويين في مهده، فلم يكن يتجاوز 3 أشهر بعد. حينها جلب الوالد الثعبان إلى البيت، ومنذ ذلك الوقت تعلق الطفل بالثعبان، وكذلك الثعبان الذي كان ينام معه في مهده. غوريلا لا يزال يذكر صاحبه. ذكر غوريلا ربي بواسطة رجل إنجليزي يدعى داميان أسبينال، والذي كان يعمل كحارس بحديقة حيوان بأفريقيا، وأطلق عليها اسم كوايبي. وكان كوايبي يبلغ من العمر 5 أعوام فقط عندما قرر أسبينال تحريره وإعادته إلى البرية. وبعد مرور 5 أعوام ذهب أسبينال للقاء كوايبي مجددا، ولم يكن متوقعا أن يتذكره كوايبي الذي لم يعد لطيفا مع البشر كالسابق. ذهب أسبينال إلى أعلى ضفة للنهر وأخذ يصيح مناديا كوايبي
بنفس الطريقة التي اعتاد مناداته بها. وبعد عدة أيام من البحث ظهرت غوريلا ضخمة عند ضفة النهر، فلقد تعرف عليه واستجاب لندائه بعد تلك السنوات. ومن ثم بدأت بعض الغوريلات في الظهور، يبدو أنها كانت زوجته وأبناؤه الذي كان يعرفهما على ضيفه. يقول أسبينال عن تلك اللحظة: لقد تعرفت على كويبي بعد هذه السنوات الطوال، ونظر في عيني بكل حب وإخلاص. يا لها من تجربة رائعة، إنها من أروع لحظات حياتي على الإطلاق.